فيديو النهاردة سهل وبسيط ولذيذ جدا جدا، مش هياخد مننا وقت خالص. هعمل صينية مرجان في الفرن. يلا نشوف الطريقة على طول. اول حاجة عندي نص كيلو سمك مرجان غسلته ونضفته كويس، وعندي خلطة السمك بتاعتي. هي عبارة عن توم، ملح، كمون، كزبرة، بهارات سمك. حطيت كمان معاها فلفل الوان وفلفل رومي وقرن فلفل حامي كده صغير، وكمان معاها ليمون وخل وزيت. بعملها كمية وبحطها في التلاجة عندي، بستخدمها مع اي نوع سمك. والخضار اللي استخدمته في صينية السمك هنا: بصل شرايح، فلفل الوان، فلفل رومي، طماطم، جزر مبشور، كرفس، وشوية كزبرة كمان خضراء. قلبت كل الخضار ده مع بعضه مع معلقتين دقة سمك او خلطة سمك بالشكل ده. بعد كده جبت صينية، حطيت فيها زيت، فرشة زيت بسيطة، وحطيت فيها الخضار بتاعي اللي انا تبلته بتتبيلة السمك. وهبدأ اتبل السمك بتاعي من البطن بتاعته، املحه كويس وارصه على الخضار بالشكل ده كده. خلصت كل الكمية. احط بقى عليها شرايح ليمون، وعلى الفرن على طول ربع ساعة بالظبط. شغلت الفرن، الشواية والفرن مع بعض، وبس كده. وطلع عندي احلى والذ واخف صينية سمك مرجان بالشكل ده. الصوص اللي نازل حلو قوي، الخضار متبل حلو، كمان ممكن نحط شرايح بطاطس مع الخضار ده برضو بتبقى جميلة جدا. هحط لها بقى رشة كزبرة كده ورشة كرفس على الوش. اكلة في منتهى الجمال واللذاذة.